الافوره في كل حاجه، افوره في طريقه الكلام، في العيشه، في الصحاب، في كل حاجه. لا والافوره في الساحل، انت ما معكيش 50,000 جنيه تصرفيها في اليوم، انت ما معكيش فلوس، انت فقيره. لا معلش، موضوع الساحل ده انا بس هنقف، عشان انا موضوع الساحل بالنسبه لي يعني بيعمل لي في ناس بتروح الساحل اوكي. وبتصرف وبتعمل كل حاجه في الحته بتاعتها دي، اوكي. لكن ان انا ابقى رايح عشان خاطر اروح ابقى لابسه الحاجات على البحر، لابسه المظات ولابسه لا لا، وفول وفول ميك ميك اب اب والشنطه الفندي والكوتشي اللوي فيتو والرجاله لازم مش عارفه السليبر الشبشب. بتاعه بقى. لا لا، شبشب. كان شبشب شبشب ده كان لو ايام سمحت، هو شبشب. شبشب. شبشب البحر. اوكي. في الاخر هو شبشب البحر، لازم يبقى من الحته الفلانيه، والساعه اللي قد كده، يعني انت رايح البحر. للاسف احنا حولنا المتعه اللي بتمتع على قد الفلوس. انا كان الاول بتاخد المصيف بتاعنا وكرسيين بتاخدهم من عند الشاليه اللي انت واخده، وتطلع على الستاند وتفرش على الارض او تقعد على الكرسيين اللي انت قاعد عليهم، وتجيب معاك بقى اكلك وشربك بتاع اليوم كله. ده اخر مصيف كنا وده قاعدين. كان على جميع المستويات. الساحل الطيب يعني ده كان على جميع المستويات، الغني والفقير كان بيعمل كده، كان المصيف بتاعه كده. لكن دلوقتي لا، انت مفرق الناس خلاص، حاطط طبقه معينه هي دي اللي تقدر تروح تتبسط في الحته دي وفي المكان ده، لان مين يقدر يدفع 50,000 جنيه في اليوم؟ مين؟ فكنا بنشتكي من ان الزمن السريع، لا احنا اللي بنعجل الدنيا دي كلها. بقت بتنزل على البيتش الصبح، اخر النهار بتروح البول، بالليل بتشوف هتسهر فين. الموضوع بقى كومبلكس، بقى معقد بطريقه رهيبه. بس انا شايفه ان ده يعني نوع معين من الناس هو اللي بيعمله، هم اللي عايشين فيه، بس المشكله ان هم بيعرضوا ده كله سوشيال ميديا، فالناس اللي ما بتقدرش تعمل ده ايه بقت مركزه معايا بالظبط، خلاص شايفه ان في ناس بتعمل كل الحاجات دي، انا ما اعملهاش ليه؟ بالظبط. يعني ما فيش تقدير ان في ناس على فكره هو ده بيحصل في العالم كله، بس احنا عندنا في مصر للاسف بقينا ناخد حاجات كتير بقت بزياده، زي كل حتى دي افوره بالزبط. يعني ممكن اعمل اللي انا عايزاه من غير ما اعمل كده. يعني انا اعرف ناس عندها يخت، فشافت صاحبها جاب يخت اعلى منه، فعايزه اليخت الاعلى منه بالظبط، وقعد في فيلا 20 غرفه، فهو عايز فيلا 40 غرفه وانتوا 3 بس. هو النقطه كلها لمجرد ان انا بعلي، كل واحد بيعلي على الثاني. كل واحد بيعلي على الثاني بقت والتركيز كله في اللي حواليا. انا رايحه اتبسط، انا رايحه البحر اعمل ايه؟ رايحه اتبسط. نسينا الهدف الاساسي، اقعد قدام البحر حتى يا سيدي يخرج ويروح ويتفسح ويروح هنا الصبح ويروح هنا بالليل واعمل اللي انت عايزه كله، بس في بالراحه، من غير تشويش. ايوه. مش لازم كل الحاجات نبقى كده واقفين على ضوافرنا، يعني احنا رايحين نتبسط، رايحين ننزل بحر. انا